السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ معاكم أحمد حكيم وحلقة جديدة من حكيم ستيشن. النهاردة حلقة بسيطة كده آخر الأسبوع، هنتكلم فيها عن شوية أدوات اتطورت في السينما 4 دي في الإصدار بتاع 2023. إن شاء الله الأسبوع الجاي هنعمل فيديو هنتكلم فيه عن إيه الجديد في سينما 4 دي 2023 واللي اتغير بشكل كامل عن الفيرجنز اللي قبل كده. التولز دي بس أنا حبيت يعني أديها لكم كده، هتساعدكم في الموديلنج. ما حبيتش انها يعني تكون في الواتس نيو، او ممكن نبقى نعدي عليها كده نمر مرور الكرام، لكن انا حبيت اني اركز عليها النهارده. هم اداتين او 3 ادوات بساط بس يمكن يساعدوك جدا في الشغل بتاعك. طيب، اول اداه تم تطويرها معانا هي اداه البريدج. انا نزلت كيوب كده وهقول له خلي لي الكلام ده مثلا 20 في 20 في 20، او خليه 10 في 10 في 10. حول لي الايديت بولي، ضغطت سي وهمسك البوليجونز. طبعا الانترفيس او واجهه البرنامج اتغيرت تماما معانا، فالبوليجونز بقت هنا. الكلام ده كله ان شاء الله هنتكلم عنه في درس الاسبوع الجاي، وكل حاجه توصل لها ازاي بسهوله. فهمسك البوليجونز دي، هقول له يو ال اعمل لي لوب سيلكشن. همسك الكلام ده وده مثلا وهقول لهم ديليت. طيب انا عايز اعمل بريدج. الاول في الفيرجن اللي قبل كده كان عشان تعمل بريدج، مثلا بريدج يعني انا عايز اوصل الايدج ده بالايدج ده، يعني خلينا نمسك هنا الايدجز، عايز امسك الكلام ده اوصله بالكلام ده. طبعا الاول كان بتعوز انك تعمل كل جنب، يعني الايدج ده توصله بالايدج ده وهكذا، يعني تظهر التول كده وتقعد تعمل ابلاي 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 الكلام ده. طبعا مش عملي وكانت حاجه غريبه. ففي الفيرجن ده البريدج بقى ان انت ممكن تعمل سيلكشن بقى للكلام ده، يعني انا لو ماسك اللوب سيلكشن والجنب ده، ولو قلت له رايت كليك واعمل لي بريدج وجيت امسك اي حاجه، يعني جاب لي هنا السيتنجز بتاعت البريدج. لو جيت امسك كده اي جنب من دول واجي هنا الحمه، بيلحمه لي كده بشكل سليم من غير اي مشاكل، بدل ما كنت اروح على كل ايدج والحم والكلام ده. كمان بيديني هنا مجموعه من الاوبشنز اللطيفه جدا زي السبديفيجن والتنشن. التنشن لو انا عايز الايدج اللي انا لحمته ده يكون عامل بيفل مثلا لبره او لجوه. انا لو جيت كده مثلا وقلت له زود لي subdivision، يعني اعمل لي segments او edges جديدة هنا، زود لي كده عشان يظهر معايا تأثير التنشن. التنشن طبعا ممكن اعمله بالموجب والسالب براحتي. كمان هنا بيدي لك برضو تحكم في انت عايز تعمل الحاجة دي فليب ولا لا، يعني ممكن اقفل الكلام ده واخليها حد معايا بالشكل ده. فبصراحة عجبني التطوير ده جدا في البرنامج. طيب تاني حاجة معانا ايه؟ تاني حاجة معانا البوك بوليجونز. بوك اللي هي نكز، لو تفتكر بقى فيسبوك زمان كان بيقول لك ان لقد نكزك فلان. فعندنا هنا لو مسكت مثلا، فانا لو ماسك مثلا بوليجون زي كده وعايز اعمل له بوك اللي هو عايز اعمل كولابس، عايز احط النقطة في النص، فهنا ومدي لك الرسمة بتاعتها، بس بيدي لك اوبشنز هنا. يقول لك انت عايز البوك ده الاوفست بتاعه قد ايه، وسلكت فيرتكس، ويمكن دي او سلكت فيرتيسيز، يمكن دي اكتر ميزه فيها ان انت ممكن تعمل بوك اللي هو كولابس لكذا حاجه، وتعمل سلكت للفيرتيسيز الداخليه اللي هتظهر. وده يعني احنا عارفين ان عمليه السلكت احيانا بتكون يعني مسحله، يعني بتكون متعبه جدا. فخلينا كده نقول له مثلا خليك في الصفر واوكي، فاداني الدنيا بالشكل ده. لو انا مش مختار سلكت فيرتيسيز، كنت لو رحت على الفيرتيسيز كده هلاقيه مش مختار لي الكلام ده، لكن انا عشان معلم عليها فاقدر اختارهم واقدر مثلا اعمل فيهم اي شغل انا عايزه. طيب انا لو جيت هنا تاني قلت له كنترول زد وارجع لي برضو على نفس البوليجونز اللي انا كنت مختارهم دول، واعمل لي بوك، وخلينا نغير القيمة بدل ما هي في الاوفست صفر نخليها كده مثلا 35، وبرضه سيلكت فيرتسيز وهقول له اوكي. هتبص تلاقيه عمل لك البوك وعمل لك اكسترود. طبعا الاكسترود ده ممكن تعمله بالسالب وبالموجب، وبرضه نفس الكلام لو رحت على الفيرتكس هلاقيه مختار لي الفيرتكس اللي عمل لها جنريت هنا. طيب تالت أداة معانا وهي اللطيفة جدا، وكنا اتكلمنا قبل كده في فيديو كنا بنشرح عن التيبس والتريكس في السينما 4 دي، ازاي تعمل سيركل بشكل سليم في اوبجكت عندك. يعني مثلا زي البوكس ده انا عايز اعمل فيه سيركل دايرة كده، يعني فتحة دائرية، وعايز اعملها بشكل سليم ومن غير ما استخدم البروبولين عشان بتعمل مشاكل
كنا بنستخدم الكلام ده، انا كنت شارح تول او بلجن بيتضاف. دلوقتي هم ضافوها داخل السينما 4 دي، بقت بيلت ان، اللي هي التول اللي هنا دي، اللي هي الفيت سيركل. طيب دي بتشتغل ازاي؟ دي لو رحت انا على الفيرتكس كده مثلا، خلينا نختار الاول البوليجونز دي. انا مثلا عايز امسك شوية البوليجونز دول، عايز اعمل فتحة هنا مثلا، وهقول له ديليت، امسح لي الكلام ده. وهروح على الفيرتكس وهقول له يو ال، وامسك لي الكلام ده الفيرتكس دول. وهقول له فيت سيركل، ممكن اجيبها من هنا او ممكن رايت كليك كده وهنزل هلاقيها تحت هنا فيت سيركل، وهتظهر لي التول كده الاوبشنز بتاعتها، وادي التول هقول له ابلاي، فببص كده الاقيه عمل لي سيركل بشكل جميل جدا. ممكن اجي بقى امسك ال اتشز دي وهقول له يو ال تاني، وامسك لي الكلام ده، وممكن بالموف تول اتحرك كده واقدر اطلع سيركل بشكل سليم من غير اي مشكله. يعني لو جيت هنا مثلا وقلت له اديلي تربو سموث، فهبص الاقي السيركل بتاعتي طالعه بالشكل ده، المش نظيفه جدا والدنيا بتاعتنا سليمه جدا. بس كده دي اهم الادوات اللي شفتها في الموديلنج. في حاجات اضافات كتير جدا، بس دول يعني اللي قابلوني وانا شغال. في عندك حاجات اتعدلت بسيطه، يعني زي مثلا السلكت هنا بدل ما هي ست سيلكشن بقت ستور سيلكشن. الدودل تم اضافتها للمنيو دي، الدودل اللي هي نقدر نرسم مثلا لو احنا تيم مع بعض ومشاركين الشاشه ولا حاجه وعايزين نوضح او نرسم. خلينا كده نطلع بس من الاوبجكت ده، وعايزين نرسم مثلا اللي هو زي كده. يعني لو ضغطت عليها كده بقدر مثلا ارسم اوضح للتيم بتاعي حاجات. يعني هنا ممكن اغير اللون بتاعها مثلا. طبعا الدودل دي موجودة من الفيرجنز اللي قبل كده، بس هي هنا تم اضافتها يعني على التول بار الموجود على الشمال ده. حاجة اخيرة معانا، كان لما تيجي تستخدم مثلا اي تولز، كان بيجيب لك هنا التولز اللي انت بتستخدمها، يعني اخر 5 تولز مثلا انت شغال بيهم. ممكن تكون مثلا شغال بالاكسترود والبيفل ورايح جاي عليهم، فبدل ما بتجيبهم كنت بتلاقيهم موجودين هنا. المنيو دي اتنقلت بقت موجودة هنا معانا. يعني شايف كلمة التوتال بينت دي، لو ضغطت عليها كده هتلاقي دي اخر تولز كنا شغالين بيها. هي يعني اتنقلت بقى مكانها، هو غريب انها محطوطة في الفيو بورد هنا، بس يعني الدنيا لطيفة. بس كده يا شباب، ان شاء الله في درس الاسبوع اللي جاي هنتطرق لكل الاضافات قد ما نقدر اللي تم اضافتها في السينما 4 دي في 2023. في حاجات اضافت في الفوليومز، في حاجات في الافكتورز، في حاجات في الانترفيس نفسها اتغيرت تماما. تم دمج الريد شيفت جواه. بص يعني تطورات عظيمة جدا. فاستنوني ان شاء الله في الحلقة الجاية. ولو مش مشترك في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك النوتيفيكيشن بتاع الحلقة، وشير الحلقة مع اي حد مهتم من زمايلك. كان معكم احمد حكيم من حكيم ستيشن. تحياتي، السلام عليكم.